اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعين الغاليين من الفيديو اللي فات. زي بقى ما انتوا شايفين النهاردة هعمل معاكم روتين الدلع بقى كده وحبة روقان مع نفسي. انا بعمل الموضوع ده تقريبا كل 15 يوم. دي الحنة اللي انا بستخدمها هي حنة جمانة. كتير جدا في الكومنتات كانوا بيسألوني انتي بتحطي ايه في ايدك يا مجنات وايه نوع الحنة اللي بتستخدميها. هبتدي بس اول حاجه دلوقتي اقلع الدهب اللي انا لابساه واحطه في شويه ميه كده دافيين، وانزل عليه بحته كده حلوه من معجون السنان. معجون السنان ده بقى السحر في تلميع الدهب، ممتاز. هرغي كده المعجون في الميه وهستنى بقى كده عليه نص ساعه لحد ما يتلمع كويس. هجهز بقى نفسي دلوقتي عشان اعمل الحنه. معايا انبولين كده، واحده فيها الحنه والتانيه فيها ميه الاكسجين. هنزل الاول بشويه من الحنه وبعدين هنزل بشوية عليهم من الأكسجين. ما تكتريش طبعا عشان ما تهدريش كمية وتضطر ان انت ترميها. بالخلة بقى زي ما انتوا شايفين كده انا بعجنها كويس جدا وبخليها متجانسة مع بعضيها، ومش هنبهدل نفسنا طبعا ولا نبهدل الرخامة. زي ما انتوا شايفين كده فرشي اي حاجة تحت ايدك وبالراحة خالص كده وبروقان، وابتدي ارسمي ضوافرك. خليكي مركزة كويس جدا علشان الخطوة دي لو مركزتيش فيها هتبهدلي الدنيا خالص. اهو انا مبهدلتش ايدي وتمام جدا، وهبتدي بقى في الايد التانية بنفس النظام. يعني حتى لو هتعملي الروتين ده على الاقل مرة في الشهر، المهم ان كل فترة كده ندلع نفسنا حتى لو بحاجة بسيطة جدا. بعد نص ساعة انا غسلت ايدي، شايفين السواد بتاعها جميل جدا وشكله بصراحة من الاخر، حاجة كده من الاخر. تمام. هبتدي بقى دلوقتي ألمع الدهب بتاعي بالفرشة كده والمعجون اهو. بنضفه كويس جدا لان ايدي طبعا اغلب الوقت في المواعين وفي الاكل، فدي نظافة بتكون كويسة جدا لأي حاجة انتي لابساها ومش بتقلعيها من ايدك باستمرار، من جوه بقى كده ومن بره، وهنضفه كويس جدا. روتين بسيط جدا وسهل، وبصراحة انا بكون مبسوطة قوي وانا واقفة بعمله، يعني في منتهى السعادة وانا بعمل الروتين ده. علشان كده حبيت اشارككم فيه اهو. تمام. يلا بقى تحت الحنفية كده هنشطفه كويس جدا ونرجع بقى نلبسه واوريكم اللمعة بتاعته بقت عاملة ازاي. يلا بينا. بعد ما اتشطف اهو زي ما انتوا شايفين هيبان اكتر لما البسه، بس مش قبل بقى ما ادلع ايدي وارطبها بالمرطب ده. ده المرطب اللي انا بستخدمه لو حابة تاخديه سكرين. المرطب طبعا مهم جدا خصوصا فترة الشتاء، ايدينا بتكون جافة جدا وكمان ممكن يحصل فيها اسمرار لو ما اهتمناش بالترطيب بتاعها. يعني انا بحاول ارطب ايدي على الاقل مرتين في اليوم، بعد المواعين ده اساسي وبعد اخر كل يوم ده اساسي. اكتر من كده هيفيد مش هيضر برضه. هرطبها زي ما انتوا شايفين واعمل لها بقى مساج كده وادخل بقى الكريم في كل حتة في صوابعي. يا سلام اهو. تمام شايفين اهو. رطبنا ايدينا تمام. هلبس بقى الدهب بتاعي اللي انا دلوقتي غسلته قدامكم وهوريكم لمعته بعد ما اتغسل في الايد عامله ازاي. اهو. طبعا فرق قبل وبعد. جربي فكرة المعجون هتعجبك جدا. لو عندك اي دهب قومي اعمليه دلوقتي وقوليلي في الكومنتات رأيك كان ايه. روتين بسيط جدا حبيت اشارككم فيه. زي ما قلت لكم انا اي حاجة مهما كانت بسيطة هتسعدني مش بتردد خالص وبقوم اعملها. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك.
شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.